حتى نعطي الأمل للأمة بأن الأمة بخير. أحسن. ولا تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير كما أحسن. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هو الذي ندين لله به. نعم. أن الأمة باقية إلى أن يرث الأرض ومن عليها. نعم. هذه واحدة. نعم. الثانية آسف يا شيخنا، يعني الحديث الآن يحضرني لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ نعم. الليل والنهار. ومن هنا يعني أن هناك حركة مستمرة ودعوة مستمرة وقلوب مفتوحة للإسلام. يعني كل ما نقولها لقد قفلت الأبواب نرى الأبواب على مصراعيها. الكم الهائل من الدخول إلى الإسلام، الكم الهائل من العودة إلى الدين، الكم الهائل من امتلاء المساجد. والله الذي لا إله إلا هو حتى المناصب الرفيعة في كثير من الدول التي يعني نقول عندها سطوة المال وسطوة الحكم تجدهم بفضل الله عز وجل آتون راجعون. نعم. أليس ذلك كله أمل؟ قلت بإذن الله جل وعلا لا بد وأن ندين لله بأمور. نعم. أن الأمة باقية إلى أن يرث الأرض ومن عليها بخلاف الأمم الأخرى لها زوال، وهذه حتمية قرآنية نبوية. نعم. النقطة الثانية أن الخيرية من خلال سورة آل عمران باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن هذه الأمة لن تموت، وذلك بدلالة الكتاب وصحيح السنة وإجماع سلف الأمة. رابعا وهو ما أريد أن أركز عليه أنه من رحمة الله لو هزم المسلمون وذل المسلمون فإن الإسلام يبقى عزيزا لا يذل ولا يهزم على مدار الزمن. على مدار الزمن. بمعنى أن المعتدي يأتي ربما أذل إقليما، ربما أذل أمة من أمم الإسلام، ربما أذل قطرا، ربما أذل واديا، ربما أذل ساحلا، لكن يبقى الإسلام عزيزا حتى في هذا القطر الذي وضع الذل فيه. بمعنى أن الإسلام عزيز بمنهجه، عزيز بسموه، عزيز بما فيه بين ثناياه، حتى أن عدو الإسلام يخضع وينحني وينكسر لهذه العزة. وأما من عاند هذا الدين فإنه يلقى في مزابل التاريخ ويرتفع الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الذل فهو على المسلمين والصغار إذا ما تهونوا في دين الله الواحد القهار. هذه حقيقة. ومن رحمة الله أن الذل لا يأتي المسلمين كافة، فإن وقع على قطر ترى العزة في قطر آخر، وإن وقعت الهزيمة في قطر ترى الانتصار في قطر آخر، وإن حدث فتور في قطر ترى عزة ومنعة ودينا في قطر آخر. يعني مثال على ذلك حينما نرى مثلا في العراق ما يحدث فيه ربما هذا خير، لا تحسبه شرا لكم، لا تحسبه شرا، يظهر الأمة فيه الكثير والكثير، ثم المعدن الحقيقي يظهر لأهل السنة والجماعة. فضلا عن ذلك حتى ولو ذلت العراق وقع الذل على أفغانستان نرى أبناء الصحوة بإذن الله جل وعلا يخرجون من ثغورهم في كافة الأقطار والأمصار، بل سمعنا من يخرج من الأقليات الإسلامية يدعو إلى دين الله الواحد الغفار بسعة وبرحمة وبحكمة، لا نقول بتهور وما شابه ذلك، حتى أننا رأينا عماد الدين ظاهرا الآن في أمريكا، ظاهرا الآن في أوروبا، ظاهرا الآن حتى في الأراضي المحتلة، ظاهرا الآن في كل مكان. وكما ذكرت أنت حتى بين أهل الإسلام الذين ينظر إليهم بعين الإهمال لهذا الدين تراهم الآن في مقدمة الصفوف، وهذا من فضل الله عليه. انظر إلى الحج شيخنا، بالضبط، إلى ذلك المحفل الذي يضم يعني يا أستاذ طارق أنا كان معي في الحج مش عايز أقول لك حاكم لبلدة ما، أشهد الله جل وعلا رأيت حاكما عظيما يعني جاء معي ومع الشيخ أحمد القطان. هذا الرجل رأيت منه تطبيقا للسنة ما رأيته من شاب. الله أكبر. وكان أحرص الناس على ذلك. ثانيا وقرنا كأهل علم توقيرا ما رأيناه من عوام الناس. الله أكبر. وهو حاكم. وقابلت أبناء للحكام هناك ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الحرص. والله جاءني ابن أخو يعني رئيس دولة وهو ماسك منصب للرئيس كبير يعني، وقدام برضو المشايخ معانا قال لي يا شيخ زوبي أنا أبيك تعلمني كيف أربي أولادي التربية الإسلامية الصحيحة. الله أكبر. كيف أجعل بيتي منير ومنارة لدين الله جل وعلا. الله أكبر. كيف أنا أكون يعني راضي عن نفسي وأكون عابد حقيقي، يعني أكون عبدا لله جل وعلا. نعم. والله بكيت يا أستاذ طارق ما سمعته من الآخرين. هكذا يا شيخنا هذا الذي نريد أن نجعل فيه التوفيق. نعم. ما بين الرؤية الحقيقية لواقع الأمة المؤلم ثم بصيص الأمل الذي نرى فيه خيرا كثيرا قادما إلى أمة الإسلام وإلى أمة محمد.